نهاجر على كندا ولا نهاجر على امريكا؟ الحمد لله بحسن حظنا احنا مش محتاجين ان احنا نقعد نكلم ناس كتير عايشه في كندا ونسالهم ونعمل مقارنه بقى بين الناس اللي عايشه في امريكا هنا وعايشه في كندا. يعني طبعا التجربه الحيه اكيد تجربه جميله جدا واكيد بتفرق، ولكن برضو مع الذكاء الاصطناعي دلوقتي بيقدر ان هو يجيب لك المعلومات من كل حته، ويقدر ان هو يلخص لك ده ويجيب لك المعلومات في ثواني. فالنهارده هشارك معاكم كل المعلومات اللي انا عرفت اجمعها عن الموضوع ده، واتمنى يكون الفيديو النهارده مفيد ليكم. ومن غير رغي كتير خلينا نبدا على طول. اول حاجه نتكلم عليها هي نظام الهجره. هنا في امريكا بيعتمدوا بشكل اساسي على العيله والشغل. يعني انت تيجي مهاجر لما بتهاجر من خلال العيله او من خلال الشغل. امريكا عندها فيزا للشغل وفيزا للدراسه وفيزا للسياحه، كل حاجه مختلفه عن الثانيه. يعني انت لو رايح سياحه ما ينفعش ان انت تغير للسياحه لهجره، دي عشان تحصل لازم ان انت تقدم على اللجوء، وطبعا ده انك انت كده بتكسر الفيزا، وده طبعا بيحتاج محامي وفلوس كتيره وحوارات كتيره قوي، فموضوع كبير جدا. ممكن نتكلم عليه في فيديو تاني، لو حابين نتكلم فيه اكتبوا في التعليقات تحت وان شاء الله ممكن نتكلم عليه في فيديو تاني لوحده. لكن عندنا فيزا الشغل، فيزا الشغل دي بتبقى فيزا طالعه من الجهه نفسها بتاعت الشغل، ان هم عايزين فعلا حد هو مناسب للوظيفه ديت، ويكونوا دوروا في امريكا كلها وما لقوش فعلا حد مناسب للوظيفه ديت، فيضطروا يجيبوا حد من بره يكون مناسب للوظيفه دي. تمام. ولازم يكون في اثبات للدوله نفسها، المسؤول نفسه بتاع الشغل صاحب الشركه نفسها لازم يكون عنده اثبات ان هو فعلا ما لقاش حد فعلا كفء يقدر هو يعمل الشغلانه دي، فيضطر الواحد يجيب حد من بره. تمام. ده بالنسبه لفيزا الشغل. فيزا الدراسه دي بتبقى ليها مده محدده، يعني انت بتيجي تدرس مثلا كام سنه دول، خلاص الفتره دي انت خلاص جيت درست فيها، لازم يكون في الجامعه اللي انت جيت درست فيها طلعت موافقه خلاص ان هي انت تيجي تدرس عندها، وطبعا بيبقى في مصاريف للجامعه ديت، لازم تكون انت متوفره معاك الفلوس ديت، يعني تدفع الفلوس مقدمه عشان الجامعه اصلا تقبلك او تقبلك. موضوع الجرين كارد ده انتوا بتاخدوا الاقامه الدائمه، بتبقى الاقامه الدائمه دي مدتها 10 سنين وبتتجدد بعد كده، بس في خلال 10 سنين دي بعد 5 سنين تقدروا تقدموا على الجنسيه، وفي امتحان بتعملوه، ولو جاوبتوا على الاسئله كلها وكل حاجه تمام ودافعين الضرايب وكل حاجه وما قعدتوش بره البلد اكتر من 6 شهور، ولو الملف الجنائي بتاعكم تمام وكل حاجه وما عندكمش اي سوابق واي حاجه، خلاص تمام تاخدوا الجنسيه باذن الله على طول. ده بتاخد ازاي جرين كارد بقى؟ لو انتم مخطوبين او متجوزين، او لو انتوا ليكوا اهلكم، يعني سواء باباكم او مامتكم او اختكم او اخوكم، تقدروا ان انتوا تيجوا على هنا مش مشكله من خلالهم، بس بتاخد 10 سنين 15 سنه. ولو انتم متجوزين او مخطوبين فساعتها الطرف الاخر بيقدر يبعت لكم، بس بتاخد الخطوبه مثلا بتاخد 6 شهور 7 شهور. تمام. بس طبعا بيبقى في سين وجيم كتير، لازم يبقى في اثباتات فعلا ان انتوا فعلا مخطوبين وهتتجوزوا خلاص قريب، فانتوا هتجمعوا عشان انتوا هتتجوزوا خلاص. الجواز ده هيتم مثلا في خلال 3 شهور مثلا. تمام. فلازم الفتره دي فعلا تكونوا خلاص هتتجوزوا، ويكون خلاص كل حاجه اثبات ان انتوا فعلا خلاص هتتجوزوا في الفتره ديت عشان يسرعوا التقديم بتاعكم. اما بقى لو متجوزين فالجواز بياخد 16 شهر، ودلوقتي بقت سنتين كمان. فدي الطرق اللي تقدر تاخد بيها الجرين كارد. تمام. اول هجره بقى اللي هي ايه؟ العشوائيه اللي بتتعمل. تمام. الهجره العشوائيه دي برضو الناس اللي مش عارفه عنها، احنا كنا اتكلمنا عنها في فيديو هيظهر دلوقتي حالا، كنا بنتكلم على ازاي تقدم على الهجره العشوائيه. هي المفروض خلاص في شهر 10 ان شاء الله، تقدروا تشوفوا الفيديو ده لو انتم مش عارفين عن الهجره العشوائيه، هيظهر فوق الفيديو تقدروا تتفرجوا عليه. الهجره العشوائيه ببساطه شديده جدا في السريع كده هي بتحصل حظ، يعني هم بيختاروا 55,000 شخص من حوالين العالم كلهم بيختاروهم، بعد ما بيختاروهم بيتفلتر بعد كده، بعد ما ينجحوا كلهم او بعد ما يتقبلوا كلهم، بعد كده بقى بيبقى في متطلبات معينه بيطلبوها، او كل واحد على حسب الحاله بتاعته حسب الوضع بتاعه بيقدروا ان هم يختاروا في الاخر مين فعلا اللي هو هيقدر يسافر على امريكا. طبعا ده كله بيكلف فلوس، ما بيكونش ببلاش. الهجره العشوائيه انت لما تيجي هنا امريكا بيبقى في فلوس ثانيه بتدفعها وحاجات ثانيه كتير اتكلمت عليها في الفيديو اللي هو بتاع الهجره العشوائيه، تقدروا تشوفوها. لو في اسئله حابين تسالوها يبقى اسالوها برده في هناك الفيديو بتاع الهجره العشوائيه. تمام. بالنسبه بقى لكندا الدنيا ايه؟ كندا عندها نظام النقط. تمام. ايه نظام النقط ده؟ نظام النقط ده عامل زي مثلا البلاي ستيشن كده. تمام. عارفين مثلا كنا بنلعب مثلا سوبر ماريو بنلعب سونيك مثلا نقعد نجمع الكوينز دي، فاكرينها؟ كان عندها نظام اسمه اكسبريس انتري، اللي هو ده نظام النقط. نظام النقط ده ازاي بيتم؟ ان هو بيحسبوا النقط بتاعتك، يعني كل حاجه بيبقى ليها نقط، يعني بيديكوا نقط على اساس حلو. يعني انت جيت كندا خلاص وبتدرس هناك، فانت تيجي بعد كده تقدم على نظام الهجره ده، ان انت خلاص عايز تقعد بقى وتبقى مهاجر في الدوله. ده بيساعدك كمان ان انت يبقى عندك فرصه كبيره ان انت تبقى خلاص مقيم في الدوله، وكمان ممكن تشتغل جنب الدراسه عادي مفيش مشكله. ولكن في امريكا مش هتعرف تشتغل جنب الدراسه. بمعنى ايه؟ يعني انت مثلا لو رايح سياحه خلاص سياحه، ما ينفعش ان انت تعمل حاجه تانية غير سياحه. ولكن لو انت مثلا رايح دراسه، هي خلاص رايح هجره دراسيه فيزا دراسه، يعني انت معناه ان انت رايح تدرس ومش هينفع تشتغل الا في الحرم الجامعي، تشتغل في الجامعه نفسها بس ما ينفعش تشتغل بره الجامعه خالص. تمام. وبتشتغل عدد ساعات معينه بيحددها لك كده 20 ساعه في الاسبوع، ده اللي تقدر تشتغلهم. تمام. وبعد ما تتخرج بيدوك سنه ان انت ممكن ايه يعني
تاخد فيها خبره مفيش مشكله، بس لازم ترجع تاني على بلدك بعد كده. في النقطه دي ان امريكا اصعب بكتير من كندا في الموضوع ده، يعني امريكا محتاجه واسطه، حظ، مهارات عاليه عشان تقدر ان انت يعني تظبط دنيتك شويه في الموضوع ده. جاي طبعا الحاجات اللي احنا قلنا عليها من شويه. في كندا اسهل بكتير، فلو انتوا عندكم فعلا مؤهلات عاليه فبالتالي فرصتكم هتبقى احلى في الاقامه الدائمه في كندا. نتكلم بقى على الصحه. في امريكا لازم تجيبوا تامين صحي، لو ما جبتوش تامين صحي هتدفعوا من جيبكم وهتدفعوا مصاريف ياما، وده من تجربه شخصيه. تقدروا تشوفوا الفيديو بتاع اسرار العلاج في امريكا، عشنا لكم تجربتنا الخاصه وقلنا لكم على نصايح ومعلومات مفيده جدا تفيدكم ان شاء الله في الحياه في امريكا. اما بقى في كندا فالحياه حلوه. ستراوزن جنزبيل عندهم نظام صحي حكومي شامل، يعني الدوله بتتكفل بمعظم المصاريف الصحيه. نيجي بقى على التعليم. بالنسبه لامريكا فليها جامعات عالميه ومشهوره، بس المشكله ان التعليم غالي جدا في امريكا. اما بالنسبه لكندا فالتعليم قوي برضو ولكن ارخص بكتير من امريكا. اما بقى بالنسبه للشغل فالاثنين شبه بعض تقريبا، الاثنين في فرص كتيره جدا للشغل، سواء اي كان ايه الشغل ايه هو، في تنوع كبير جدا، في فرص كتيره، في مرتبات حلوه قوي وعاليه قوي، بس طبعا بتعتمد على المجالات المختلفه. يعني في توازن ما بين الشغل والحياه، بتلاقي ناس تعرف تشتغل وتعرف ان انت تعيش حياتك برضو تستمتع وكده. work hard play hard، تمام. وده هتلاقي معظم ثقافتهم كده، هتلاقي الاجانب دايما بيشتغلوا كويس جدا وبرضه بيعرفوا ينبسطوا كويس جدا، تمام. اما بقى بالنسبه للثقافه فهم الاثنين شبه بعض تقريبا، هم الاثنين يعني فيهم تنوع ثقافي كبير جدا، ولكن كندا فيها ترحيب اكتر للمهاجرين وعندهم سياسه بترحب بالتنوع الثقافي. اما بقى بالنسبه للامان، ودي نقطه مهمه جدا، فالامان في امريكا معدوم شويه. طبعا هي بتختلف من ولايه لولايه ومن مقاطعه لمقاطعه برضه، وداخل المقاطعه المدن اللي جوه المقاطعه. لو قارنا ما بين الامان في امريكا وكندا هنلاقي ان كندا معدل الجرائم اقل بكتير من امريكا. كندا مصنفه عالميا ان هي اكتر امانا من امريكا. نيجي بقى للجو اللي هو ايه، الطقس يعني، تمام. امريكا فيها كل انواع الجو، كل الفصول الاربعه تستمتع بيهم في امريكا. حلو. طبعا على حسب ولايه ولايه، كل ولايه بيبقى جوها مختلف عن الثانيه. بس كاليفورنيا حلو فيها كل الاربع فصول بتحسهم مع بعض، الصيف صيف، الشتاء شتاء، الخريف خريف، الربيع ربيع. حلو. المشكله في كندا ان هي الشتاء فيها قاسي جدا، فعلا البروده فيها بتبقى فظيعه، لازم الواحد يلبس كذا طبقه، فدي ممكن حاجه ناس كتير ما تحبهاش. واكيد طبعا بينزل تلج، فبتلاقي حاجات كتير جدا ان انت بقى لازم بقى بالجاروف ده تشيل بقى التلج من قدام العربيه وقدام الشوارع، زي ما بنشوف كده في الافلام، زي ما شفنا كده مثلا في هوم الون مثلا. يعني انتوا اللي عايشين في كندا يا ريت تقولوا لنا برضه، اللي عايشين في امريكا يعني يا ريت الفيديو ده يعني كلنا ايه بنشارك كده مع بعض معلوماتي. بالنسبه للمعيشه بقى وتكلفه المعيشه، فكندا اغلى من امريكا. يعني في امريكا معظم الولايات تختلف من ولايه لولايه طبعا، يعني على حسب الضرائب اللي الواحد بيدفعها والامور دي كلها. فمن ناحيه تكلفه المعيشه فكندا تتفوق على امريكا في النقطه دي، ان هي اغلى من امريكا. ولكن امريكا برضو في ولايات غاليه، يعني على حسب ولايه ولايه بتبقى التكلفه يعني بتبقى ارخص بتبقى اغلى على حسب، ولكن بشكل عام التكلفه في كندا بتبقى اعلى، تمام. خصوصا يعني في فانكوفر وتورونتو. نيجي بقى للسفر، اي باسبور فيهم اقوى. يعني ايه باسبور قوي؟ يعني يقدر يخش دول كتير جدا من غير فيزا. الباسبور الامريكي قوي، بس في بعض الدول اللي مش بتسمح للامريكان ان هم يدخلوها، فالباسبور الكندي اقوى من الباسبور الامريكي. يعني لو انتوا معاكم الباسبور الكندي تقدروا تسافروا لبلاد اكتر من غير فيزا. اما بقى بالنسبه للضرايب، ودي من اكتر الحاجات الرخمه جدا يعني مع الواحد، نظام الضرايب في امريكا معقد شويه، لكن في كندا النظام ابسط شويه ولكن اعلى من امريكا. نيجي بقى على نظام المواصلات والحركه والامور دي كلها، يعني ازاي تروحوا وازاي تيجوا عشان تسهلوا على نفسكم دنيتكم. فنظام المواصلات امريكا معتمده اكتر على العربيات، يعني لازم تجيب عربيه في اغلب المدن، تمام. يعني ما ينفعش مثلا تروح بمواصلات زي مترو ولا باص. اما بقى في كندا خصوصا في المدن الكبيره عندهم نظام مواصلات عامه كويس. فكندا تتفوق على امريكا ان هي عندها مواصلات متوفره احسن من امريكا، يعني عندها شبكه مواصلات كويسه جدا تقدر ان انت تتحرك بيها، مش لازم يكون عندك عربيه عشان تعرف تروح وتيجي، في مواصلات متوفره للناس اللي عايشه في الدوله يعني. بالنسبه بقى للجنسيه، واعتقد دي اهم حاجه تهمكم، يعني هي الجنسيه. اكيد انتوا مش رايحين كندا ولا امريكا عشان سواد عيونهم، يعني اكيد انتوا هدفكم الجنسيه، يعني مش هنضحك على بعض يعني، عارفين احنا كلنا في الهوا سوا يعني. بالنسبه لامريكا فهي بتاخد 5 سنين، ده لو انتوا رايحين لوتري فبتاخد 5
سنين. لو انتوا مثلا جايين من خلال لم الشمل مثلا من الاب والام والاخ والاخت بتاخد برضو 5 سنين. اما لو انتوا مخطوبين او متجوزين فبتاخد 3 سنين، خصوصا بقى لو زوجه معاها الجنسيه الامريكيه فبتاخد 3 سنين. فكان 3 سنين على طول، يعني بالشرط مثلا فئات معينه، لا هو على طول 3 سنين. فالفرق هنا 3 هنا 5. بالنسبه بقى للغه، ففي امريكا وفي كندا اكيد لازم تتكلم انجليزي، مش هتتكلم لغه ثانيه، الاساسي هو انجليزي. ولكن في كندا ممكن تتكلم فرنساوي عادي، لان في كتير جدا ناس بتتكلم فرنساوي، في مدن كتير جدا بيتكلموا فرنساوي عادي جدا. فانت لو شاطر في فرنساوي تعرف تتكلم انجليزي تقدر ان انت تتعامل عادي في كندا. تمام. امريكا بقى الاسباني يفرق معاك قوي، يعني كندا هيفرق معاك الفرنساوي زائد على الانجليزي. الانجليزي اساسي، لكن عايز اضافه خد فرنساوي عشان تبقى انت في سوق العمل تبقى انت عندك قيمه اعلى من الناس التانية. ده بالنسبه لكندا. حلو. بالنسبه لامريكا بقى الاسباني هو اللي هيبقى البطل، هو هيبقى الوحش. فلو انتوا بتعرفوا اسباني انتوا كده زي الفل، انتوا كده لوز اللوز. تمام. فالاسباني هيخليك ان انت مميز عشان انت هتعرف برضه تتعامل بالاسباني، فهيبقى برضه هتبقى عندك قيمه اعلى في سوق العمل برضه في امريكا، لان في كتير جدا مكسيكان هنا. تمام. فبتفرق جدا في سوق العمل. فاكيد دي هتبقى ميزه حلوه جدا ليكم. لو انتوا في كندا يبقى معاكم اللغه الفرنسيه زياده كده زي الفل. لو انتوا في امريكا يبقى معاكم اللغه الاسبانيه كده انتوا 100 100 كده. انتوا ايه عديتوا كده الفلانكات خلاص، محدش كده يعني يعرفكم خلاص، يعني اوعى وش. بالنسبه للاجازات، يعني الاجازات اللي هي بتبقى مدفوعه من الشغل في كندا، الاجازات المدفوعه والعطل الرسميه بتبقى اكتر من امريكا. فهنا برضو كندا تتفوق على امريكا في النقطه ديت، ودي اكيد حاجه كويسه جدا لان هي بتعمل توازن ما بين الشغل وما بين الحياه. طيب نظام التقاعد اللي هو الواحد بعد ما يخلص قصدي شغل خلاص بيتقاعد عن عمل. نظام التقاعد بقى ما بين امريكا وكندا. امريكا عندها نظام السوشيال سيكيورتي، اما كندا عندها نظام التقاعد الكندي وهو اكتر شموليه. برضو نسبه النظام التقاعدي ففي كندا احسن من امريكا في نسبه النظام التقاعدي. بالنسبه للطبيعه والمساحات الخضراء فكندا تتفوق برضو على امريكا، فيها مساحات خضراء اكتر وغابات ومناظر طبيعيه جميله جدا. طيب نيجي بقى نتكلم على ازاي امريكا بتتعامل مع المهاجرين الجدد وازاي كندا بتتعامل برضو مع المهاجرين الجدد. امريكا عندها برامج لمساعده المهاجرين بس اللي هو مش في كل مكان، اما بالنسبه لكندا فموجود في كل مكان برامج حكوميه مساعده المهاجرين الجدد عشان يتاقلموا على البلد، ان هم يعرفوا يطوروا اللغه بتاعتهم، ان هم يعرفوا يلاقوا شغل، ان المساعدات والامور دي كلها كندا افضل من امريكا في النقطه دي. الاكل والمطبخ طبعا امريكا معروفه بالهامبرجر، معروفه بالستيك. كندا برضو نفس الحكايه تقريبا، الاكل الحاجات دي كلها نفس الحاجه تقريبا. وفي نفس الوقت برضو بالنسبه للاكل برضو المطبخ الاسيوي يعني التايلاندي الصيني الهندي ده متوفر اكيد، والياباني طبعا اساسي اكيد. الاكل العربي برضو مش هيكون يعني كتير في مطاعم عربيه سواء في امريكا او في كندا، بس دلوقتي يعني في مسلمين اكتر في كندا وعرب اكتر عن امريكا. نيجي بقى للجامعات والمنح الدراسيه. امريكا طبعا فيها جامعات عالميه زي هارفارد وستانفورد بس المنح صعبه شويه. وبرضو كندا عندها جامعات برضو كويسه جدا زي تورونتو جيل يونيفرسيتي في مونتريال، وفيها منح للطلبه الدوليين. اما بقى بالنسبه للتكنولوجيا والابتكار امريكا فيها سيليكون اويسز ومراكز تكنولوجيا كتيره. واما بقى بالنسبه لكندا فهم برضو زي ما احنا قلنا تورونتو وفانكوفر بيتطوروا في التكنولوجيا برضو بسرعه جدا، بس امريكا احسن في النقطه. تمام. نيجي بقى على نقطه العنصريه والتمييز. للاسف الاثنين فيهم عنصريه بس برضو بيختلف من يعني مكان لمكان. تمام. في بيئه العمل ما بيكونش فيه عنصريه قوي. في بيئه العمل انت في برنامج بيتحط في الشغل نفسه، خصوصا مثلا لو تشتغل مثلا في تارجت او تشتغل مثلا في وول مارت او امازون او الشركات ديت، بيبقى فيه خلاص برنامج محطوط ان كله بيحترم بعضه، سواء انت جاي من ايه الخلفيه بتاعتك، ايه ديانتك، ايه لونك، ايه عرقك، مش هم علاقه بده خالص. ليك علاقه ان احنا بنتعامل مع بعض في بيئه العمل باحترام وبادب، كلنا بنحترم بعض ومفيش عنصريه، ليهم علاقه بس بشغلك اللي بتعمله. تمام. فده المفروض المتعارف عليه وده المفروض اللي بيتطبق في الشغل يعني. بس ممكن اماكن تانية ممكن يبقى فيها عنصريه، ممكن تبقى ناس على حسب البيئه وحسب النشأه. طبعا الاعلام بيلعب دور، وخصوصا طبعا في الاحداث اللي بتحصل حاليا في كتير اسلاموفوبيا وفي حاجات كتيره. بعض الاماكن يعني بعض الولايات ممكن انتوا برضو تفيدونا بده في التعليقات، تقولوا لنا انتوا هل واجهتوا عنصريه انتوا كمان في كندا او في امريكا، اي كانت ايه الولايه. يا ريت برضو تحددوا الولايه اللي انتوا واجهتوا فيها عنصريه ايه وايه الموقف اللي حصل، بحيث ان احنا كلنا نتنور كده ونعرف من بعض. بس انا من خبرتي ما شفتش عنصريه كتير خالص. ممكن زوجتي عشان محجبه رنا طبعا كانت تبقى معايا ان شاء الله في الفيديو الجاي، بس هي ما عرفتش تكون معايا في الفيديو ده، بس ان شاء الله هتبقى معايا في فيديوهات تانية ان شاء الله تبقى معايا. في فيديوهات انا هبقى لوحدي وفي فيديوهات هي هتبقى معايا فيها. تمام. فرنا ممكن في الشغل برضو عشان هي محجبه وكده ممكن يبقى الموضوع يعني ليها يبقى اصعب شويه، لان خلاص هي محجبه. فالحجاب ده معروف ان هي عربيه مسلمه، فلو حد مثلا عنده فكر غلط
عنصري مثلا ولا حاجه ممكن يبين ده جدا يعني. وهي قبل كده حصل معاها كم موقف كده، فكان في بعض الناس يعني في ناس عنصريين وفي ناس لا بيقولوا لك السلام عليكم وبيبقوا بيرحبوا بيك، وفي ناس لا يعني على حسب نشأة الشخص وحسب هو الشخص ده بيجيب افكاره منين، والاعلام هو حسب تقبله للموضوع. انا ما واجهتش عنصريه بصراحه، حسب يعني المعلومات اللي انا جايبها بتقول ان العنصريه موجوده في امريكا وفي كندا، ولكن كندا الموضوع بتاخده بجديه اكتر تمام عن امريكا. طيب الرعايه الاجتماعيه، كندا متقدمه اكتر في الموضوع ده، في رعايه اجتماعيه زي مثلا اعانات للاطفال والاسكان المدعوم. نيجي بقى حريه التعبير، الاثنين بيدعموا حريه التعبير، ولكن طبعا الاحداث اللي احنا شايفينها دلوقتي يعني في حاجات وحاجات باينه قوي يعني وضوح الشمس ان في حاجات وحاجات بيدعموا حريه التعبير تمام، ولكن بشكل عام هم بيدعموا حريه التعبير. ولكن في المواضيع السياسيه اللي احنا زي ما احنا شايفين كده دلوقتي، زي ما احنا ملاحظين اللي بيحصل الايام ديت، فما فيش حريه تعبير قوي في النقطه ديت، زي ما احنا شايفين المظاهرات اللي بتحصل وازاي بيمنعوها وازاي بيحصل الحاجات دي كلها. فعلى حسب مصالحهم الشخصيه بيوافقوا عليها او ما يوافقوش عليها، بس هم بشكل عام هم المفروض ان هم بيدعموا حريه التعبير، ولكن الموضوع بيبقى شكل سياسي اكتر في امريكا. ده اللي بيقولوا الذكاء الاصطناعي، بس انا شايف ان هو كان اكتر في كندا. يعني انتوا برضه عايزكم تجاوبوني في التعليقات تحت، شوفوا تقولوا لي انتوا شفتوا كان ايه اكتر، كان هل في امريكا اكتر ولا في كندا اكتر. وبرضه انتوا قولوا لنا انتوا من تجربتكم انتوا الشخصيه انتوا شايفين ايه، هل فعلا في حريه تعبير عندكم في كندا؟ في امريكا شايفين فعلا في حريه تعبير؟ هل حصل معاكم موقف فعلا واجهتوه فعرفتوا فعلا في حريه تعبير ولا لا؟ تمام، عشان كلنا برضه نستفاد من بعض وكلنا نشارك تجاربنا مع بعض. بالنسبه للاكل الحلال، ففي المدن الكبيره سواء كان في كندا او في امريكا هتلاقوا فيه متوفر اكل حلال كتير في محلات كتيره، يعني اماكن كتيره ممكن تروحوها. ولكن في كندا خصوصا في تورنتو هتلاقوا الاكل الحلال منتشر اكتر. بالنسبه لتعليم الاطفال، فالنظام التعليمي المجاني في كندا متوفر اكتر من امريكا واحسن. اما بقى بالنسبه للعمل الحر، فامريكا ليها فرص احسن للعمل الحر ورياده الاعمال، ولكن كندا بتقدم دعم حكومي اكتر للشركات الناشئه. بالنسبه بقى للضمان الاجتماعي، فكندا عندها النظام اقوى من امريكا. بالنسبه بقى للانترنت والاتصالات، في امريكا الانترنت اسرع وارخص من كندا. اما بقى بالنسبه للضرائب على التحويلات الخارجيه، يعني انت لو عايز تحول فلوس للخارج، امريكا عندها نظام صارم جدا للموضوع ده. اما بالنسبه لكندا فالموضوع اسهل شويه. نيجي بقى على برامج تعليم اللغه، في كندا بيوفروا برامج مجانيه لتعليم اللغه اللي هم المهاجرين الجدد، لكن في امريكا البرامج دي بتكون موجوده بس مش موجوده في كل مكان ومش دايما بتكون مجانيه. بالنسبه على التامين على السيارات، ففي كندا اغلى من امريكا. بالنسبه للاجازه الولاديه، امريكا بتدي اجازات ممكن مثلا تبقى 4 شهور 6 شهور بالكتير للستات اللي هم بيكونوا حوامل، الاجازه اللي هي اجازه الولاده. اما بالنسبه لكندا فممكن توصل لسنه ونص عادي جدا. ففي امريكا اجازه الولاده بتبقى اقصر بكتير. بالنسبه بقى للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه او اصحاب الهمم، فكندا عندها برامج قويه جدا، وبرده امريكا عندها برده برامج، بس كندا المستوى بتاعها اعلى بكتير. فكندا برضو تتفوق على امريكا في النقطه دي. اما بقى بالنسبه لتقييم الشهادات الاجنبيه، فكندا برضو افضل من امريكا. يعني كندا عندها نظام بيعترف بالشهادات الاجنبيه، تقييم الشهادات احسن بكتير من امريكا. طيب نيجي بقى لاخر حاجه واهم حاجه اعتقد احنا تهمنا كعرب وكمسلمين، الجاليات العربيه والمسلمه موجوده فين سواء في امريكا او في كندا. الجاليات العربيه اللي موجوده في امريكا، اكبر جاليه عربيه مسلمه موجوده في ميشيغان في ديربورن، ودي تعتبر اكبر تجمع للعرب والمسلمين في امريكا. وبرده في نيويورك في برده جاليات مسلمه كبيره جدا فيها، خصوصا في مدينه نيويورك نفسها، واليناي برده شيكاغو في عدد كبير من المسلمين، وكاليفورنيا خاصه في لوس انجلوس وسان فرانسيسكو وسان دييغو، ونيو جيرسي فيها برده تجمعات مسلمين كتير جدا خصوصا من جنوب اسيا. وفي تكساس في مدن زي هيوستن ودالاس فيها جاليات مسلمه كبيره. فيرجينيا برده خصوصا من المناطق القريبه من واشنطن العاصمه، واوهايو برده فيها تجمعات مسلمه خصوصا في مدن زي كولومبوس وكليفلاند وبنزلفانيا خاصه في فيلادلفيا وبيتسبرغ. وفي فلوريدا في جاليات مسلمه في اورلاندو وفي ميامي. اما بقى بالنسبه لكندا، اكبر تجمع جاليه عربيه موجود في تورونتو واوتاوا. يعني بعد اللي احنا سمعناه ده كله، اكيد شايفين ان في نسبه وتناسب. يعني شايفين مثلا ان كندا مكتسحه اكتر في حاجات كتير، ولكن كندا مثلا هنلاقي ان الضرايب اكتر فيها، هنلاقي مثلا انه الجو هناك البروده بتبقى قاسيه جدا هناك، تمام؟ يعني شبكه الاتصالات والانترنت غاليه في كندا مقارنه بامريكا. فدول 3 حاجات ممكن يبقوا هما بس العقبه بالنسبه للشخص، لكن الباقي كله التسهيلات كلها اكتر في كندا. فانتوا دلوقتي شفتوا قارنتوا سمعتوا كل الحاجات اللي انا قلتها لكم النهارده. اتمنى اكون ان انا عرفت ان انا اوصل لكم الصوره كامله، بحيث ان انت او انت دلوقتي تقدري تاخدي قرارك او تاخد قرارك ان انت فعلا تشوف عايز تروح كندا ولا تروح امريكا. وطبعا يعني ما تاخدش بس كلامي
كلامي انا بس، لا انت ابحث الموضوع اكتر واكتر. انا حاولت ان انا ابسط لكم الموضوع واسهله عليكم، ولكن اكيد احب جدا ان كل الناس اللي بتتابعني دلوقتي بتتفرج عليا، سواء انتوا كنتوا عايشين في امريكا او عايشين في كندا، يا ريت انتوا كمان تشاركوا تجاربكم انتوا كمان. يا ريت لو انا في اي حاجه قلتها غلط يا ريت تصححها لي، لان طبيعي ان انا ممكن اكون المصادر اللي انا جايبها ممكن تكون المصادر دي ممكن يكون في معلومات موجوده فيها غلط، تمام؟ فاحنا بشر في الاخر فبنغلط عادي يعني خالص. فلو في حاجه قلتها غلط يا ريت لو تصححها لي وتكتبوها في التعليقات تحت، بحيث ان انتوا توصلوا الصوره صح للناس. كل نقطه انا اتكلمت فيها يا ريت انتوا كمان تشاركوا تجاربكم وتقولوا انتوا رايكم في الموضوع ده، ومريتوا باي تجربه فعلا تقدروا تفيدوا اي حد بيها، يا ريت لو تكتبوها في التعليقات تحت، عشان ده هيفيد ناس كتيره جدا اكيد، وده يبقى مرجع كويس جدا الناس تيجي تشوف في التعليقات تحت وتستفاد من الفيديو وتستفاد من تعليقاتكم انتوا كمان، وانتوا تكونوا بتساهموا معايا في ان احنا فعلا نفيد شباب وبنات كتيره جدا عايزين فعلا يهاجروا على امريكا وكندا، نقدر ان احنا نساعدهم. لو تعرفوا اي فرص فعلا تقدروا تفيدوا بيها الناس، يا ريت تتواصلوا معانا على حسابنا علي اندرانا فلوجز على انستجرام، وان شاء الله لو في فرصه حلوه نقدر ان احنا نعرضها على الناس دي اكيد تبقى حاجه كويسه جدا. وقولوا لنا يا جماعه انتوا يعني شايفين انتوا بالنسبه لكم بقى ايه الاحسن، امريكا ولا كندا؟ ايه النقط اللي عجبتكم جدا في كندا، وايه النقط اللي حسيتوها احسن في امريكا؟ يا ريت انتوا كمان تشاركوا ده في التعليقات تحت. ولو اول مره بتشوفوا القناه دي فكان معاكم علي، ودايما بيبقى معايا رنا مراتي، هتلاقوها حتى في معظم الفيديوهات هي موجوده معايا، بس هي النهارده كانت مشغوله ما كانتش معايا، فانا حاولت ان انا انجز بسرعه واعمل الفيديو ده عشان ما اتاخرش عليكم اكتر من كده. لو الفيديو عجبكم مش هوصيكم باللايك والشير وسبسكرايب، واكيد عرفونا في التعليقات تحت انتوا بتتابعونا منين، وقولوا لنا ايه اكتر فيديو حبيتوه لينا. لو عندكم اي اسئله حابين تسالوها ممكن تسالوها تحت الفيديو هنا، وان شاء الله هنجاوب عليكم في الفيديوهات الجايه. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا باذن الله. مع السلامه.